اخوان اعزاء وناس كثير من الايام وقفتوا وياي وساعدتوني وساندتوني في ازمات كثيره. طبعا ما احب اغلب واحد على واحد، فالتصريح يصير جماعي للجميع. كلكم اخواني وكلكم اصدقائي وسائل الاعلام. بالبدايه اليوم الحمد لله والشكر الاجتماع مضى على خير، وصار التصويت على التقرير الاداري والمالي. ايضا يجب ان ننتبه انه لدينا احنا استحقاق المنتخب الوطني، يجب ان نحافظ على امانه بالتاهل لكاس العالم، وهذا شيء مهم. والاهم انه الجميع ساير بهذا النحو في دعم المنتخب حتى يتاهل ونحافظ على حظوظنا. بالنسبه للامور اللي انطرقت، بعض الامور اللي انطرقت طبعا بالنسبة لدولة رئيس الوزراء هو شخص داعم للجميع ويقف على مسافة واحدة من الجميع، وهو داعم للرياضة، واحنا نعرف بهذا الموضوع. بالنسبة ايضا ان احنا بالنسبة لنا كاتحاد عراقي نحترم كل مؤسسات الدولة من ضمنها القضاء العراقي، نحترمه ونحترم كل القرارات اللي تصدر منه. ايضا احب اشكركم على تواجدكم هنا، وان شاء الله يا ربي كنا نروح الكاس العالم نتاهل وهاي الامور كلها تصير في الماضي. وشكرا جزيلا للجميع. سؤال سيد كريم حمادي.